النهاردة هنتكلم عن العطاء. العطاء حاجة جميلة جدا وكويس جدا، وما بيبقى ما بين الطرفين شركاء الحياة، يعني الزوج والزوجة أو الأب وأولاده، بتبقى حاجة كويسة وأكيد كلنا بننادي بيها وكلنا بنتمناها. بس العطاء بزيادة بيقلب، يعني ما ينفعش تدي بزيادة، يعني ما ينفعش تدي شريك حياتك بزيادة قوي، لأن هتستنفذ وطاقتك هتخلص، وبعد كده هيبقى حق مكتسب إنك تفضل تديله. اديله بزياده يعني ايه؟ يعني في ناس بتدخل جدعه جدا، انا هشيل وهشيل وهشيل وبتعمل ده بحب، بس مع الوقت طالما هي بتدي او هو بيدي وما بياخدش، مفيش مقابل، مفيش حد بياخد ويدي. يعني المفروض ان دايما الشراكه في ده بيبقى خد وهات، لا هو هات هات هات، او هي هاتي هاتي هاتي، وبالتالي بتفضل تدي او بيفضل يدي كتير جدا جدا جدا، وفي الاخر ايه اللي بيحصل؟ مع اول مطب وهي ما تقدرش تدي او هو ما يقدرش يدي اللي كان بيديه قبل كده، بيبقى خلاص ده خاين، ده مش كويس، ده ما تحملنيش او ما تحملتنيش، ده مش ابن اصول، او مش بنت اصول، في حين ان هي كانت بتدي زياده عن طاقتها. لما طاقتها نفذت وبدات تقول كفايه، او هو طاقته نفذت وبدا يقول كفايه، لازم العلاقه يبقى فيها خد وهات عشان يبقى فيه موازنه. زي ما انا بديك، ما انا بديك من روحي، بديك من فلازم تديني اللي يعوضني عن ده عشان افضل اقدر ادي. لكن طول ما انا بدي ما باخدش، هتفضل تعبان. في الاول ممكن تبقى مش حاسس بده، بس انا اللي بقول لك وعن تجربه، هيجي وقت وهتحس انك تعبان ومش قادر ان انت تدي اللي انت كنت متعود تديه، واللي هو اصبح حق مكتسب للطرف الاخر. علشان كده لازم 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 يكون في حدود في العطاء. ادي بس اخد، ادي بزياده، بس امتى ادي بزياده وامتى اقول استوب، ما ينفعش ادي اكتر من كده. لازم نكون حاطين حدود للعطاء.